السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، ونبدأ بالصلاة والسلام على رسول الله. والناس اللي عايزة تعرف شركة لاستر هي شركة ايه، هي شركة منظفات ومبيدات، حاجات مستحضرات تجميل. المنتجات مرخصة مصنوعة بتقنية النانو تكنولوجي. للمرة المليون بنقول ان شركة لاستر شركة عالمية، وبننوه وبنقول وبنعرف الناس ايه هي شركة لاستر، لان انا الاسئلة دي بتجيلي كتير جدا جدا جدا. فانا هتكلم كده في مواضيع كتيرة. ايه هي شركة لاستر؟ الشركة دي بدأت من 10 سنين. بتعمل ايه؟ بتعمل مبيدات آمنة من غير ريحة من غير ضرر. المنظفات منظفات فنادق، مستحضرات التجميل من الأعشاب الطبيعية. طيب انا بشتغل ازاي في شركة لاستر دي؟ انا مثلا بكلم مدام دعاء اونلاين، على الواتساب، على التليفون، على اي حاجة. بتبعت لي التفاصيل اللي هي عبارة عن الجملة والقطاعي، لان انا باخد فرق الجملة من القطاعي. مثلا اللي هو انا يعني مدام دعاء مشهورة ببنت لاستر. بتبعت لي اللينكات اللي انا باخد منها الصور، اللي انا بعلن بيها. بتبعت لي كل الداتا وكل التفاصيل اللي انا بشتغل بيها. طب انا يا مدام دعاء ما بعرفش ولا اعمل جروب، ولا بعمل اكونت، ولا اعمل اي حاجه من الحاجات دي، ولا اعرف اي حاجه. ببعت لك فيديوهات، لينكات فيديوهات تدخلي عليها تعلمك كل الحاجات دي. برضو ده انا كمدام دعاء. طيب خلاص، انا دلوقتي خدت منك الحاجات وببتدي اعلن وكده، وانا مش لاقي مردود ولا لاقي حاجة. اكيد بتعلني بطريقة غلط. في طريقة للاعلانات. هنبدأ نقول بسم الله كل يوم، نبدأ نعلن في الجروب بتاعنا وفي البيدج بتاعتنا، وننتشر في جروبات المحافظة اللي احنا مشتركين فيها. لو احنا في القاهرة والجيزة هنبدأ نقسم القاهرة والجيزة مناطق، ونكتب ونسجل وندون. واهم حاجة التسجيل والتدوين في عملية الشغل، اكنك شغالة موظفة، مش اكنك بتلعبي على الموبايل. لان انت لو يعني حطيتي هدف هتحققيه ان شاء الله باذن الله. ولو مشيتي بنظام حلو دقيق ومنظم، ان شاء الله هتبقي حاجة وتبقي موزع معتمد في وقت قياسي او وقت صغير جدا. لانه انت هتبدأي مثلا زي ما انا بقول في فيديوهاتي، ممكن نبدأ ب500، ال500 يبقوا 700، 700 يبقوا 1000، ال1000 تبقى 1500، 1500 تبقى 3، ال3 يبقوا 4، وال4 يبقوا 5. بس ما تاخديش رأس المال، ما تاخديش منه خالص. بل لو انت كمان ينفع تحطي عليه المكسب، يبقى حاجة كويسة جدا، وحاجة تتحطلك في الأعمال بتاعتك عشان أو الشغل بتاعك عشان يكبر الساعة. بتقول لنا الساعة كام دلوقتي؟ معلش. ايه تاني يا جماعة؟ عايزين بقى نتكلم عن المنظفات والمبيدات والمستحضرات التجميل. يعني قصدي عامة الحاجات بتاعت لاستر. اصلا المنتجات دي ما شاء الله منتجات مسمعة جدا، الناس بتحبها، الناس بتطلبها. فانت اول ما بترمي بوست تكتبي فيه انا عندي منظفات لاستر، عندي مبيدات لاستر، بتبصي تلاقي بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك تبارك الله، الناس بتبتدي تطلب وتقولك انا عايزة وعايزة وعايزة وعايزة. تمام. ده بالنسبه للاعلانات. واحنا كده اتكلمنا ايه بصوره، يعني بسرعه كده بسرعه عن الاعلانات ايه بتتعمل ازاي. تمام. طيب انا دلوقتي اعلنت يا مدام دعاء، انا هعرف منين؟ اذا كان حد بيسالني في حاجه اسمها الماسنجر، بيبعتولك عليه الرسائل، فانت لازم تتابعيه اول باول. يعني مش تبقي سايبه الماسنجر كده زي مدام دعاء كده، ايه عندها 5 6 ماسنجرات، فبتبقى مش عارفه تفتح انه ولا انه، بتبقى مش عارفه تعمل ايه. لا ده غلط. انا عشان كده مشغله ادمن معايا، لازم تردي على الماسنجر على طول، علشان الناس ما تزهقش منك. عشان لو طالبين منك حاجه ولقوكي ما ردتيش عليهم، هيبصوا يدوروا على حد تاني. زي ما قلت لكم، لو انتوا ما ردتوش بسرعه هم هيدوروا على حد تاني، يبتدوا يشوفوا عنده المنتجات. طب انا دلوقتي مدام دعاء على ما اجمع اوردر هاخد شويه وقت وعلى ما اجمع وكده، والناس هتستناني. ربنا بيبعت لك الناس اللي بتقدر ان هي تستناكي، وان شاء الله تكون صبوره عليكي وتقولي لها انا بجمع اوردر، ان شاء الله هجمع لحضرتك وهجيب لك. انا لسه مبتدئه، مفيش حد بيبقى صغير او كبير على الشغل ان انت تقولي ان انا لسه مبتدئه وان انا لسه بجمع اوردر والكلام ده كله. بل بالعكس، تجتهدي عشان تكبري، عشان تبقى عندك اي دي. عشان احنا لسه مدخلناش في مميزات شركه لاستر. مميزاتها ان انت لما بتكملي سنه
اول ما بتكملي سنة في شركة لاستر بيبقى ليكي مميزات زي ما انا ما قلت، او انا زي ما كنت هقول كده من شوية. المميزات دي اولها ان انت بيطلع لك اي دي. الاي دي ده من مميزاته ان هو بيديك الحق في ان انت تحضري اي ايفنت لشركة لاستر. بيديك الحق ان انت لو في افطار جماعي بيبقى انت ليكي الاولوية. بيديك الحق لو في عمرة، مش لو في عمرة ده، لو انت عايزة تطلعي عمرة وحابة تطلعي عمرة وعايزة خصم، بيبقى ليكي خصم كبير من الشركة هي اللي بتحدده. وكمان بيبقى فيه رحلات مصايف، بيبقى فيه حاجات ترفيهية. وبالفعل احنا عملنا رحلة للمصيف، وفعلا بالفعل رئيس مجلس إدارة شركة لاستر عملت كمان رحلات مخفضة كتير للعمرة، وناس كتير نوهت عنها. وبالفعل كل الناس طلع لها اي دي اللي كملت سنة، وفي الوان من الاي دي. اللي بتكمل سنة بيبقى ابيض، بعد كده تكملي سنتين او 3 بتطلعي بقى واحدة واحدة الاحمر، الايه، الاخضر، الذهبي طبعا بتاع الوكلاء، والاسود برضو بتاع الوكلاء الدوليين. فدي ميزة حلوة جدا جدا في شركة لاستر. غير انه ان شاء الله بإذن الله بتعمل جاهدة رئيس مجلس إدارة شركة لاستر الأستاذة مروة حسن ان هي تخلي يبقى فيه تأمين صحي ان شاء الله. فدي طبعا مميزات حلوة جدا جدا من مميزات شركة لاستر. فاتمنى ان انتوا يعني ما تترددوش ان انتوا تشتركوا في شركة لاستر. زي ما انا ما بقول لكم، اكيد باب الموزعات هيتقفل في وقت من الاوقات، لان اكيد مش هيفضلوا ياخدوا موزعات على طول ما هم ماشيين. فاحنا لازم نستفاد بالعروض دي، ولازم نستفاد من ان شركة لاستر شركة عالمية، شركة مرخصة، شركة حاصلة على الايزو، شركة موادها او التقنية اللي بتصنع بيها فيها تقنية النانو تكنولوجي، وده مش موجود في كل الشركات الاخرى. غير كده وكده انا قلتلك ان انتي لما بتنزلي حاجة على الفيسبوك او اعلان، لمجرد انك بتنزلي اعلان بسم الله ما شاء الله بتلاقي التهافت الفظيع على شركة لاستر، وعلى ان هم عايزين المنتج ده من شركة لاستر. فانا عايزاكي تستغلي الفرصة دي وتشتركي في شركة لاستر، وتفهمي بالراحة واحدة واحدة الشركة دي عايزة ايه، واهدافها ايه، وبتتبني على ايه، ورايحة بيا على فين، وهبدأ ازاي. ولما ابدأ صغيرة، هل ابدأ وانزل موزعات تحتية ولا لا؟ هل اشتغل جملة بس كده واخد فرق الجملة من القطاعي؟ كل ده هنقوله لكم في فيديوهات تانية، وهتكلم معاكم باستفاضة فيها. اهم حاجة انا عايزاكم بس تبتدوا وتاخدوا الخطوة وتستعينوا بالله، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد، عشان الشير ده بينفع الغير مش بينفعك انت لوحدك. وتستعيني بالله الاول كده زي ما انا ما قلتلك، وتشوفي وتقرري انت فعلا عايزة تخطو الخطوة ولا انت لسه عايزة تفكري. لو انت لسه عايزة تفكري، فكري بس قرري بسرعة علشان قبل ما الوقت ما يفوتك. ولما تفكري قرري ان انت تاخدي قرارك على شركة تكون شركة عالمية زي شركة لاستر. خليك في المضمون، خليك مع لاستر، ومتنسوش اللايك والشير عشان بينفع الغير. يلا مع السلامة.